قضية يوسف بالليلي. ولفنا مع بداية كل موسم نسمعوا هذه العبارة، وأكيد يوسف بالليلي ما يسمعش في التقاليد تاوعو. مع بداية موسم 2026-2027 عادت قضية من قضايا يوسف بالليلي، والقصة بدات قبل أيام وين شفنا نادي مولودية الجزائر خرج ببيان رسمي طمأن فيه أنصاره أنه تواصل مع يوسف بالليلي، وهذا كان عقب اجتماع حضره وكيل أعماله بتواجد مناجر الفريق جمال بن عمري، واتفق بين إدارة مولودية الجزائر واللاعب على عودة اللاعب إلى فريق مولودية الجزائر واللاعب تحت ألوانه في الموسم الرياضي سنة 2026-2027، لكن ما كاش عقد رسمي حتى يتم صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي التاس، لأنه كما تعرفوا كامل في ذلك الوقت كان يوسف بالليلي معاقب من قبل المحكمة الرياضية الدولية. يوم أمس صدرت المحكمة الرياضية ولا المحكمة التحكيم الرياضية الدولية العفو ولا رفع العقوبة على يوسف بالليلي، لكن الوجهة هل بقات مع مولودية الجزائر؟ لا نعرفوا خرجات يوسف بالليلي كيفاش يكونوا، وين أكد نادي الترجي تونسي عن رفع العقوبة المسلطة على اللاعب يوسف بالليلي، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه مع النادي، وذلك يصبح يوسف بالليلي أحد لاعبي نادي الترجي التونسي في العام ولا الموسم الرياضي المقبل. هنا كل الشارع الرياضي وخاصة أنصار مولودية الجزائر ما فهموا والو، وما فهموا حتى حاجة في خرجة تاع يوسف بالليلي. الحاجة اللي زادت عقدت هذه القضية اليوم خرج مناجر نسيم سعداوي وأكد أن يوسف بالليلي وقع عقد رسمي مع مولودية الجزائر قبل أن يوقع لاحقا عقدا مع الترجي التونسي، وليس مجرد اتفاق مبدئي مع النادي الجزائري. هنا يوسف بالليلي خلطها عليه وخلطها على كل النوادي اللي تفاهمت ولا اللي كانت في تواصل معاه. في رايكم انتوما، هل القضية راح تعاود تولي للطاس؟ وهل يوسف بالليلي راح نشوفوه ضمن صفوف أحد الفريقين في الموسم المقبل؟